مع يبرد الحال نحس هذا هو وقتها شربة لسان العصفور على طريقتي، غير بنص صدر دجاج مع بوركات مقرمشين وانت يا درتي بالنعشه. هذا الشوربه اللي جربها يهبل عليها، غير خبيها رمضان. نخلط البولياشي مع البصل المعدن وصفر بيضه وليزي بيس وشويه من لا شابلور، نعجنهم شويه ونديرهم ديبولات صغار، وقد ما درتهم صغار قد ما يجيو ملاحه. في قدره ندير لها شويه زيت وشويه سمن ونقلي لي بولات نتاعي. لازم تقليوهم مليح وتحمروهم باش تجي الشوربه بنينه، ومن بعد فرغوهم في صحن. وفي نفس السمن والزيت هذاك نروح نقلي حبه بصل صغيره كنت اشيتها مع شويه طماطم مرحيه، نزيد حبه زروديه وحبه جريوات، ربطه قزبر مع ليزي بيس وطماطم كونسونطري، ونمرق بما سخون ونخليها تغلي حتى نطيب الخضره. في هذا الوقت درت حبيبات بوراك بالطون والفرماج، لفيتهم ورجعت للخضره اللي كانت طابت، نحيت القزبر رحيتها وزدت عليها لسان الطير. راح نستعمل تاع سوسيميل غني، يعني تعريف واللي المعجنات تاعها مخدومين بالسميد ماشي مخلطين بالفرينه، وهذا هو السر اللي يخليه ما يعجنوش ويجيو صوفر وبنان. نخليه يطيب ونقلي البوراك تاعي، ومع الاخر نزيد لي بولات مع القزبر اللي كنت رحيته، وهكا بن الشوربه تاع لسان العصفور راهي واجده. هذا الشوربه تصلح للعرضات ولا ما ملحشه خفيف، ولا حتى لرمضان تليق بزاف للفطور. نبدلو شويه بالفريك مع كسره سخونه، صدقوني بنا غير سجلوها باه جربوها. وهذا ما كان.